السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما نبدأ اي كلام عايزين نصلي على خير اشرف الخلق عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ كده بذكر الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض السمك المشوي بطريقة سهلة جدا، وأعرفك ازاي تعمليه في البيت من غير ما تروحي محل بره وتتعبي نفسك وتكلفي نفسك. أعرفك طريقة صحيحة وازاي تشوي السمك في البيت عندك وكل أسرتك يحبوا السمك المشوي. بس قبل ما ندخل على الفيديو عشان ما نطولش عليكم، عايزاكم تعملوا لي سبسكرايب، تنزلي على علامة الاشتراك لأول مرة يشوفي، يعمل لي اشتراك ويفعل لي زر الجرس عشان يوصل له كل جديد، ولايك لو تكرمتم وشير مع اصحابكم. بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. وعايزة اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي سألوا على ابني، متشكرة له جدا جدا، واحسن ناس في الدنيا ربنا رزقني بيكم، انكم تسألوا على ابني وفي محنتي. متشكرة لكم جدا جدا جدا. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف السمك المشوي. كده حبايب قلبي انا معايا السمك اهوت، نضفته كويس وغسلته. السمك البلطي عامه لما بيكون كويس وبطنه كويسه ما بنفتحوش. طبعا انا معايا بوري. كل سنه وانتم طيبين وبالف صحه. انا كده بعمله في الرده ده من مشتقات القمح. هنبدا كده نبل السمك بتاعنا بالرده كده. طبعا اللي مش متوفر عندها الردة بتجيبها من عند اي عطار. بخلص كده الكمية بتاعتي، انا بكون مجهزة عندك صاجة او عندك صينية كده تيفال، ابدأي او اللهم صل على حضرة النبي. عندك شواية، ابدأي اعملي عليها. بس انا هعمله على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. انا بخلص بس انا مسخنة الطاسة بتاعتي، عبارة عن طاسة تيفال كده. ببدأ انني اسخنها كويس عشان ابدأ احط فيها السمك. طبعا يا جماعة انا كنت عاملة مقطع وقطع مني معلش. انا مجهزة الدقة بتاعتي، عبارة عن كزبرة وتوم والبهارات بتاعتي وكل حاجة فيها. طبعا التتبيلة فيها مكانها سمك، لان انا كنت عملت مقطع واتقطع مني. الكاميرا فصلت فيه بعد ما انا سجلت، لقيت الكاميرا عملته، رجعت عدت تاني معاكم. الكزبرة بتاعتي والبهارات بتاعتك والملح والليمون والحاجات الحلوة والفلفل والثوم، ده اضربه كله في الخلاط. طبعا زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، انا حاطه السمك اهوت على النار. ببدأ بدهنت الطاسة بتاعتي كده نقطة زيت في الأرضية عشان طبعا حبايب قلبي انا حاطه نقطة زيت مسحتها كده في الطاسة، عشان خاطر السمك بتاعك ما يلزقش ويكون كده حلو معاكي. ببدأ انا عملية التقليب اهوت. ببدأ على الجزء ده شوية والجزء ده شوية. عليه ابدأي سوي هنا شوية سمكية كويس، خليها تاخد تسويتها براحتها. يعني مش تسيبي السمكية على جزء واحد، لا ابدأي عملية تقليب كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله. بألف صحة للي هياكل وبألف صحة للي شاف. بتعملي حاجتك منى جميلة جدا. بتبقي عارفة انت عاملاها كويس، وبتبقى جميلة جدا جدا جدا، وبتعجب أسرتك لما بتعملي حاجتك. بتبقي انت ضامنة نظافتها وضامنة ان انت اللي عاملة الحاجة في البيت. طبعا كده حبايب قلبي انا السمك بتاعه هو بدأ على التسوية. شكله بصراحة يشهي كده ويفتح النفس. اهو زي ما انتم شايفين انا بضغط على السمكية، شوفها كده التسوية بتاعتها ايه. بدأت المية اللي بتبقى في بطن السمكة بتطلع. وطبعا زي ما انتم شايفين الأرضية بتاعتي نظيفة جدا. متنسوش بقى معانا بلايك كده تشجيعا منكم لينا. كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي السمكية بتاعتي بدأت الظهرية بتاعتي تبان وتتفتح كده، المسامات بتاع السمكية من فوق. تعرفي كده ان هو داخل في التسوية بتاعتك كده يا حبايبي. شايفين شكل ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. وقفت السمكة على بطنها كده، على سيفها كده، يعني وقفت السمكة على طول كده. لما بدأت أخش في التسوية، ببدأ إن أنا أحط بطن السمكة تحت، وبوقف السمكة بتاعتي. طبعا ليه هتسأليني إن أنا بعمل السمكة كده؟ عشان البطن بتاعتي تبدأ تنشف كويس، وكل جزء في السمكية ياخد التسوية بتاعته والبطن بتاعته تنشف. شوفوا الزيت كمان بيديله تست حلو كده، يعني وبيخلي السمكة بتديكي طعم حلو في السمكية. ما بتديش الطعم اللي هو المحروق ولا الكلام ده.
والسمكية بتاعتك ما بتلزقش ولا بطنها بتلزق منك، ما تخافيش خالص. بألف صحة ليكوا يا رب. ويا رب السمك في التتبيلة بتاعتي، تتبيلة كده جميلة وريحتها حلوة. طبعا شكلها هو بجد جميل جميل، يا رب ينال اعجابكم. كده شوفوا السمك بتاعي طلع وشكله يفتح النفس. انا مجهزه ورق كده بيجي من عند الادوات المنزليه، بتجيبي تقولي له ورق مطبخ. انا حاطه كده في صينيه وبسيبه يصفي الاول الميه بتاعته. زي ما انت شايفه كده الورق ده متعدد الاستخدامات. طبعا بتوع الاسماك بيجيبوه والمطاعم. انا بجيبه عندي في البيت كده متعدد الاستخدام في اي حاجه انا بعمله. زي ما انتم شايفين كده انا ببل السمك بتاعي كده في التتبيله، وابدا اصفيه كده من الميه، وابدا احطه على الورقه دي الاول يبرد كده ويصفي ميته. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد عليكم يا رب بالف خير. ويا رب الفيديو ينال اعجابكم. تمام كده. انا حبيت بس اوريكم جزء من السمك عشان ما اطولش عليكم، ما حبيتش اصور بقية السمك والكمية كلها. طبعا كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين السمك بتاعي. كل سنة وانتم طيبين، يا رب ينال اعجابكم الفيديو. والمشوي في البيت انت اللي عاملاه، انت ضامنة حاجتك، انت اللي شوية حاجتك بايدك، حاجة كده تفتح النفس. بألف صحة ليكم، بألف صحة لكل حبايبي واخواتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.